يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا صباح الخير والسعادة على السكر الزيادة، صباحكم مسك وعنبر، صباحكم معطر بذكر الرحمن. تم البدري بدري والأيام بتجري، والله لسه بدري يا شهر الصيام. روتين جديد في يوم جديد نبدأه بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بنعمل إيه؟ بنعمل آخر حاجة في معجنات وحلويات العيد. تعالوا مع بعض كده حبيب قلبي نشوف بنعمل إيه النهاردة. احنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى هنعمل بيتي فور. زي ما قلت لكم بقى الايام دي كلها بقى بيتي فور وبيتي كعك وبسكويت ويا بسكويت العيد يا احنا. فالمهم والله انا ما حبيتش اكتر، انا كل اللي انا عملته بيتي فور والصابليه والكحك بس، مش اكتر من كده، وكل حاجه كيلو دقيق واحد بس، لا اكتر ولا اقل. ايه الفرق بين عجينه بقى البيتي فور وعجينه الصابليه؟ ان الصابليه ما بيتحطش عليه بيض خالص، بس البيتي فور بيتحط عليه بيض. حطينا كده ضفنا عليه نفس المقادير، كيلو دقيق، كيلو الا ربع زبدة، وضفت عليه 3 بيضات. بنزل بالبيض تدريجي واحدة واحدة. بعد لما اضرب الزبدة مع السكر انا ضفت حوالي 200 جرام من السكر. بصوا يا بنات، حاجة كده عسل صراحة. البيتي فور ده طلع الله اكبر عليه وعلى جماله ما شاء الله. يعني شهد مكرر كده، فاللهم لك الحمد. يعني زي ما قلت لكم كده ختامه مسك وكل حاجة. اللهم صل على النبي، طالعة عسل عسل عسل. ما تيجوا نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضربت السكر مع الزبدة، بعد كده ضفت البيض واحدة واحدة تدريجي. وبعد كده حبيب قلبي برضه حطيت فانيليا، لأن أنا بحب نكهة الفانيليا. قلت لكم في كل حاجة بتديني نكهة وريحة حلوة كده، ويعني صراحة بتبقى جميلة جدا. وكمان بحس كده ان في حلويات فعلا في البيت، يعني الريحة كده بتبقى بصوا جايبة من اخر الدنيا. فالمهم هنلم كده بس الايه العجينة كده كويس، وانا ضفت عليهم كيلو دقيق وبس كده تمام. بصوا بقى، المكنة عملت فيها مقلب، مكنة البيتي فور. مش عارفة ايه اللي حصل والله. بصيت لقيت فيها مسمار مختفي. ازاي بقى؟ معرفش، هل مثلا لما كنت بعمل اخر مرة مثلا اتكسر مني وانا بغسلها، يعني مش متذكرة قوي يعني صراحة. فاللهم لك الحمد. بصوا بقى ملمس العجين حاجة عسل كده يا بنات. هنضيفها كده ايه، حطيناها كده في المكنة. وبعد ما حطيتها في المكنة لقيت فيه مسمار ضايع من المكنة، فللأسف تعبتني جدا والله. يعني لحد الآن معلمة في ايدي ومعرفش صراحة، يعني ما عملتش بالقمع، ما جاش في بالي خالص اللي هو خلاص لا انا قررت ان انا هعملها بالمكنة فبعمله بيها. وبس كده تمام. حطي بقى الشكل اللي انتي بترتاحي له. انا بصوا جربت كل الاشكال، ما لقيتش غير حوالي 3 4 اشكال هم الصراحة اللي حلوين جدا. حطيت كده شكل النجمة دوت، وبدأت كده ايه اعمل. بصوا انتوا عارفين بقى الايه، يعني المسمار اللي هو يعني اللي انت بتضغطي عليه. طبعا للأسف يعني انت كنت بتضغطي بالإيد، لا أنا دلوقتي بضغط على المسمار نفسه. فصراحة تعبني جدا جدا يا بنات والله، يعني اللهم لك الحمد يا رب. بس خلاص ما دام انا عملت حاجة نويت ان انا اعملها، خلاص لازم اعملها لو يعني حصل ايه. فاللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. بصوا بقى في الوقت دوت البيت يضرب يقلب، اللي هو بقى ايه كام يوم كده ورا بعض معجنات. وطبعا انا بغسل المواعين وكل حاجه، بس انتوا عارفين اوعي تروقي، لان انا بشوف ناس بتروق وتظبط البيت لترويقه العيد وترجع بعد كده تقول لي عشان اعمل المعجنات دي على رواقه. اوعي اوعي اوعي، هتندمي والله. كده كده البيت بيتبهدل. لو طفل صغير دخل عليكي، حتى لو انتي بتعملي في المطبخ او في اي مكان ودخل عليكي، هياخد حتة عجينة هيلعب بيها، هيبقى بهدل الفرش الجديد اللي انتي فرشاه. بصوا بقى باقي حتة عجينة كده ضفت عليها كاكاو، وبعد كده عجنتها كويس جدا وضفت عليها معلقة من السمنة. وبعد كده حباب قلبي رحت جاية عاملة الايه اللون البني الجميل القمر ده. فحبيت يعني ان انا اشكل العجينة. في الوقت دوت بقى ايه خلاص اللهم لك الحمد سويت كده، بوريكم يعني اللي انا سويته واللي انا عملته. انا ما حبيتش اكتر عليكم الفيديو والله.
بس كان دايب دوب يا بنات. كنت بحط كده ايه في الشوكولاته وجوز الهند. صراحه اجمل حاجه ان انتي تحطي البيتي فور مع شوكولاته مع جوز هند، بيبقى حاجه عسل كده. فبوريكم الدنيا متدربكه ازاي ومتبهدله ازاي. وادي حلويات العيد الجميله القمر كده. عملنا حباب قلب البيتي فور والصابليه. وفي الوقت دوت بقى تعالوا بقى ايه نظبط الدنيا كلها. عايزه بقى اروق وعايزه اظبط الدنيا. خلاص اللهم لك الحمد، احنا كده خلصنا. عندنا اكل من قبلها بيوم، فهنظبط الدنيا ونجهز فطارنا وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني. فطبعا ده اللي انجز معايا ان في اكل من قبلها بيوم. فتعالوا مع بعض كده. كنت عامله الروتين اللي فات معاكم محشي، وكان فاضل ما شاء الله يعني شويه كويسين. سخنته كده وهفضيه. وكمان كان باقي حشو من الفراخ. انتوا عارفين كده كده يعني الواحد ما بياكلش قد كده في الصيام، فاللهم لك الحمد يعني. فالاكل ممكن يقضي يومين لما بتكون عامله اكل بكميه. فيلا كده قومي اتنشطي معايا وقومي صحصحي كده وقومي يلا كده ايه روقي وفوقي وظبطي نفسك وظبطي الدنيا. عايزين كده البيت يكون كده ايه يعني اكن عروسه في ليله عرسها. فاحنا عايزين البيت كده يشع نظافه من كل مكان ويشع طاقه ايجابيه من كل اتجاه. بصوا بقى، حمرنا كده شيبسي، وعملت كده حباب قلبي كمان بيض مسلوق، وادي باقي الفراخ واللهم لك الحمد. وكان باقي كمان طبق مكرونه والله في التلاجة سخنته هو كمان. وبعد ما اكلنا كده لقيت كمان حماتي مطلعه لنا مكرونه بشاميل، بس كان بعد بقى ما صورته وبعد ما فطرنا كده. وعملنا عصير بقى حباب قلبي، عصير صوبيا كده باللبن. الله اكبر، حاجه كده عسل. فاللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. بعد كده بقى هوريكم منظر المطبخ بقى يضرب يقلب. الله أكبر على المنظر. بس كده فطرنا واللهم لك الحمد. تعالوا بقى نشوف. شايفين المنظر عامل ازاي؟ كل حاجة مكانها زي ما هي، وحبيت أصور لكم والله قبل وبعد يعني. بصوا اللهم لك الحمد. وهنشوف إن شاء الله بإذن الله تعالى الفرش الجديد القمر اللي دايما بفرشه كل عيد، وأحس كده دايما إن فيه تجديدات. شايفين المنظر عامل ازاي؟ تعالوا مع بعض كده نبتدي ونظبط الدنيا ونروق الدنيا ونخلي ايه زي ما قلت لكم كده المطبخ اكنه عروسة في ليلة عرسها. وبعد كده هندخل بقى على الصالة والأوض بإذن الله. بس على فكرة عايزة أقول لكم على حاجة، في أوضتين منهم أنا عملتهم صراحة يعني كده ايه. دخلت أوضتي وأوضة البنات وعملتهم كده على السريع. مش حبيت ان انا اكتر عليكم الفيديو او الفيديو يبقى كبير يعني ويكون ممل. استقبلي بقى العيد بفرحة وسعادة وبهجة. ما تزعليش ولا تحزني ولا تيأسي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. دايما كده ما تحطيش ايدك على خدك، دايما كده ارمي حمولك على ربنا، وربنا هيدبر لك كل الأمور بإذن الله. اشكي للرب ما تشكيش للعبد. صدقيني والله واسمعي كلامي، ما تشكيش للعبد، اشكي للرب. بصوا بقى انا بشيل كل حاجة. طبعا العيش الناشف كده زي ما انتوا شايفين بلمه في اكياس علشان خاطر بقى خلاص كده يعني كده خلاص يعني العيد خلاص. كل سنه وانتم طيبين. فطبعا هنرجع لروتيناتنا بتاعت زمان اللي هو بقى ايه نبدا نلملم من هنا ونلملم من هنا. سواء بقى العيش الناشف نبيعه او الربابيكيا علشان خاطر بقى ايه نبدا نظبط ميزانيات بيتنا تاني من اول وجديد بعد شهر رمضان. قولوا لي في الكومنتات مين فيكم طلعت شاطرة مشطرة وقدرت توفر وتدبر وتبقى ست عظيمة جدا. ربنا يجعل أيامكم كلها خير وبركة. ربنا يرضيكم ويرضى عنكم ويجعل سعادة الدنيا كلها بين إيديكم وتحت رجليكم. قولوا آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. بصوا بقى طبعا المحشي بقى اللي باقي والرز والحاجات دي مش هينفع ان حد ياكلها تاني خلاص كده. فلمينا بواقي الاكل وهنحطها للطيور عند اي حد من جيراننا. او هتعملي ايه لو انت عندك مثلا حد بيشتري الاكل دوت يبقى كده تمام. يعني في ناس بتشتري الاكل دوت يا جماعه كيلو ب3 جنيه. فبرضه حلو يعني حاجة حلوة ان انت مثلا هتبيعي الاكل، هتبيعي مثلا الربابيكيا، هتبيعي مثلا الازايز، هتبيعي كراتين، هتبيعي اي حاجة موجودة عندك، هتبيعي العيش، هتبدأي تجمعي فلوس وتظبطي ميزانية بيتك من اول وجديد. تعالوا بقى كده خلاص. بصوا بوريكم. بس انا كنت حاطة عدس ومكرونة وحاطة فول في اطباق كده. بصوا عاملاها من كام سنة يعني. بصوا بقى عربية الفول دي عاملاها من كام سنة وما شاء الله يعني لسه يعني من كرتون. واللهم صل على النبي. قعدت معايا كام سنة بنات. نبدأ بقى خلاص. كل سنة وانتم طيبين.
زي ما قلت لكم كده، تم البدري بدري. هنبدأ نشيل كل الفوانيس بقى اللي موجودة في البيت، نحطهم كده بقى تحطيهم بقى في أكياس، في شنط، تحطيهم في كرتونة. فحاولي بقى على قد ما تقدري تلملمي كل الحاجات اللي موجودة دي، وحافظي عليها برموش عينيكي، وحاولي كده ان هي تختفي عشان يبقى لها بهجة لما تخرجها في شهر رمضان بإذن الله. بصوا بقى، انا خلصت الرخامة كده وشلت المفرش، عايزة اغسل بقى المفارش، وعايزة بقى وغسلت الرخامة كويس جدا، هي كده كده نظيفة، بس اللي هو بس قلت يعني ممكن يكون وقع من تحت المفرش حاجة ولا كده فاتبهدلت، فنغسلها برضو تبقى نظيفة قدامنا. وشفت بقى كل الحاجات اللي انا نقلتها من على الرخامة حطيتها على البوتاجاز، وكان يضرب يقلب كده زي ما انتوا شايفين. هنغسل بقى الفوانيس، ما نبخلش عليهم كده بغسلة حلوة نظيفة، نشطفهم تشطيفة حلوة ونبدأ نشيلهم بإذن الله. طبعا الفوانيس اللي هي فيها حجارة والحاجات دي طبعا دي ما تتغسلش، دي تتمسح بالراحة كده بفوطة نظيفة، وتحطي فيها شوية خل وتمسحيها هتبقى معاكي تمام. هنبدأ نشيلهم بقى في شنطة ولا كده فوق الدولاب، ونحافظ عليهم كويس جدا من السنة للسنة، وتبقى معروفة كل حاجة رمضان في الشنطة دي مع المفارش اللي غسلناها وكل حاجة، ونلملم كل حاجة ونظبطها ونظبط الدنيا كده حوالينا. بصوا بقى، يعني خلاص كده ان شاء الله بإذن الله تعالى بكرة ربنا يصلح الحال، وانزل لكم الفيديو بقى اللي هو تظبيط البيت مع فطار آخر يوم في رمضان بإذن الله تعالى. بس بالله عليكم لو وصلت لحد هنا يا ريت اللايك الجميل القمر اللي بيسعدني ويحفزني دايما ان انا اعمل لك الاحسن والافضل باذن الله. بس كده تمام. تعالوا بقى نشطف المواعين، واحنا بنشطف المواعين ندردش شويه. بص بقى، عايزه اقول لكم على حاجه، في ستات كتيره جدا جدا بتغضب، بتلم هدومها، بتمشي وتسيب بيوتها في دخول العيد. بصي، وبتسيب اولادها. طيب اولادك دول ما فكرتيش ان اولادك دول بيتجرحوا؟ ما فكرتيش ان اولادك دول بيبقى عندهم طاقة سلبية؟ ما فكرتيش ان اولادك دول مش عايزين لبس العيد ولا عايزين اي حاجة، بس هما محتاجين وجود والدهم ووالدتهم جنبهم؟ مهما كانت الام، مهما كان الاب صعب، او مهما كان في عيوب الدنيا والام فيها عيوب الدنيا، بس اولادنا ما يقدروش يستغنوا عننا ابدا ابدا ابدا، لان محتاجين رعاية، محتاجين تربية جامدة. فما تسيبيش بيتك أبدا علشان خاطر لبس عيد، وما تسيبيش بيتك علشان خاطر شوية حلويات للعيد، ولا تسيبي بيتك عشان أي حاجة من الحاجات دي. هتقولي لي مثلا ما انت عاملة كل حاجة. أنا عاملة كل حاجة من كيلو دقيق، والله العظيم يا بنات، كيلو دقيق يعني لميت الدنيا ب3 كيلو دقيق وعملت كل حاجة حلوة. عارفين شوكولاتة العيد اللي هي الشوكولاتة بتاعت يعني مثلا تغليف الحاجات دي، أنا ممكن أشتريها واحدة في واحدة، والله العظيم ممكن أشتريها وأفضل أعينها كده، وأشتري الزبدة والحاجات دي وأعينها. هي السنة دي بس أول سنة اللي ممكن ما كنش جبت فيها الحاجات دي، فده اللي ممكن يكون هدر معايا الفلوس شوية. بس طبعا عندي أولاد لازم يكون في الحاجات دي. طيب لو أنا ما معيش، يبقى الدنيا ما تهدتش، هقول لهم احنا عملنا ترمس، وان شاء الله باذن الله تعالى العيد الجاي هعمل لكم كل اللي نفسكم فيه. انا ما عملتش العيد ده يا بنات يا ولادي، وانا ان شاء الله العيد اللي جاي باذن الله هعمل لكم اللي نفسكم فيه. بكلمتين هتراضيهم، بكلمتين هتلم الدور وهتلم الدنيا. وبرضو اولادك هيزعلوا شويه، اللي هو لا احنا كان نفسنا يا ماما، وممكن يزنولك شويه، بس هيرجعوا تاني ويفرحوا بدخلة العيد عليهم. قولي لهم كده، قوموا كده افرحوا واتبسطوا، قوموا يلا كده اعملوا معايا كده، شاركيهم، خليهم يشاركوكي في معجنات العيد وحلويات العيد، خليهم يشاركوكي في ترويق البيت. لو انت ما عملتيش الحاجات دي قولي لهم قوموا يلا كده نخلي البيت حلو، وانتوا ان شاء الله باذن الله تعالى بمجرد يا بنات او يا ولاد، بمجرد ما ننظف بيتنا بدخول العيد علينا وهلة العيد علينا، هنبص كده نلاقي ربنا سبحانه وتعالى حب يرضينا، ونلاقي فرج الله خبط على باب بيتنا وقال لنا افتحوا، انا جايه اسعدكم وافرحكم على دخول العيد. والله بمجرد ما تقولي الكلمتين دول لاولادك شلت كده الطاقه السلبيه اللي هم كانوا فيها. فقومي كده افرحي وسعدي وسعيدي اولادك حواليكي، ما تقوليش هسيب بيتي، ما تقوليش ان انا هسيب المسؤوليه والضغوطات، انا عايزه اعيش حياتي. ما فيش واحده سابت اولادها وعاشت حياتها، كل واحدة سابت أولادها عانت كتير جدا جدا، وشالت الهم وشالت الحزن بما فيه الكفاية، وترجع تحزن وتقول أنا ليه عملت ده كله.
فقومي السنة دي ما عملتيش حاجة، السنة الجاية ربنا هيرزقك. السنة دي ما جبتيش لبس العيد أو جبتي مثلا فرش جديد للعيد. يعني أنا مثلا أنا كان نفسي في نفسي في مجلس، نفسي أعمل مثلا ركنة، نفسي أجدد الأنتريه بتاعي لأن خلاص يعني دخل على هلكان، وبقالي كام سنة نفسي وأمنية حياتي إن أنا أغيره، ما غيرتوش. هل أنا كده حزنت؟ هل أنا كده مثلا الدنيا خربت ووقفت على كده؟ لا، ما عملتوش السنة دي اعمله السنة الجاية، ما عملتوش السنة الجاية بعديها بسنتين 3 4 سنين ولا أي حاجة خالص. ما دام في حاجة ماشية في البيت اللهم لك الحمد. عايزة أجيب مثلا قلت بقى إيه، قلت ممكن أجيب كفر وكده، بس ما جبتوش برضو العيد ده. مثلا الدنيا اتهدت ولا أي حاجة، ممكن أكون ما جبتوش العيد دوت أجيبه العيد اللي جاي. فيا حبيبتي لا تيأسي ولا تحزني ولا بصي ما تيأسيش من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ارمي حمولك دايما على ربنا. ادخلي اوضتك، احنا في ايام مفترجة، ابكي على قد ما تقدري لربنا سبحانه وتعالى، اقفلي عليكي باب اوضتك وابكي لربنا وانتي بتسجدي كده، وفضفضي له بكل اللي جواكي، فضفضي بكل حاجة انتي زعلانة عشانها ومهمومة عشانها، وربنا هيرفع ان شاء الله كل البلاء اللي انتي فيه بإذن الله تعالى، وهيسعدك على دخلة العيد، ولو ما كانش العيد ده العيد الجاي بإذن الله. ربنا بيحب العبد اللحوح، ربنا بيحب العبد اللي يفضل دايما يشكيله ويفضل دايما كده، دايما بيحب الإنسان ده جدا، وبتقربي كده وانتي بكده بتقربي من ربنا سبحانه وتعالى. فبالله عليكم يا بنات، الحزن ده بيجيب أمراض كتيرة جدا جدا جدا. أنا يعني مش فيلسوفة بس علمتني الحياة. يعني أنا مش هقول لكم بقى إن أنا إيه، يعني إيه لا، أنا علمتني الحياة الحاجات دي كلها، مريت بالظروف دي كلها، كنت بعاني وارجع بعديها ألاقي الدنيا بتفرج، وبلاقي ما شاء الله ربنا بعت لي الخير، والاقي ربنا كده يعني بيقول لي انت كنتي بتبكي ليه، انت كنتي داخله في حاله حزن كده ليه، انت ما شكتلي يعني ما جيتيش كده شكتيلي ليه وبكيتيلي قبل ما تروحي لاي حد وتفضفضي له. فيا هبله يا هبله، يعني ايه ربنا بعت لي كده نداء بيقول لي يا هبله انت بتيأسي من رحمه ربنا وانا موجود، انا موجود، انت بتيأسي من رحمتي؟ لا، انا موجود في كل وقت وكل حين، بس انا بحبك دايما ان انت تتكلمي وتفضفضي معايا، ما تفضفضيش لعبد بره او لاي انسان مهما كان قيمته عندك ومهما كان غلاوته عندك، انت بتفضفضي لربنا احن عليكي من اي حد. معلش اللي بره دول هتبكي لهم وتعيطي لهم ويطبطبوا عليكي، بس جواكي لسه الحزن والهم زي ما هو. فربنا يشيل عنكم الهم والحزن والأسى يا رب، اللهم امين. وربنا يبدل حالكم من حال لحال، ويبقى للحال الاحسن باذن الله والافضل. خلاص كده بقى ايه، هنشيل زينة التلاجة بتاعتنا ونشيل المفارش، وشكرا يا مفارش كتر ألف خيركم. فبالله عليكم يا بنات قوموا كده افرحوا، وفرحوا نفسيكم، فرحوا أولادكم زي ما قلت لكم. ولو كوبايتين دقيق هتعملي بيهم كحك، هتعملي طبق وطبق وطبق، يبقى انت شكلت لأولادك. وعارفين كده انا بسجل لكم كمان، عارفين والدنيا بتمطر بره، يعني افرحي ولا تحزني، وربنا كريم وهيبعتلك رزقك ورزق أولادك من غير ما تشيلي هم للدنيا. فضفضي بس مع ربنا، وربنا هيشيلك الأحسن والأفضل بإذن الله. بصوا بقى، عارفين المفارش دي حافظت لي على التلاجة جدا جدا جدا، شيلت كل حاجة وهي نظيفة ما شاء الله. فقلت همسح باب التلاجة الأول كده ونبدأ نرص الحاجة تاني علشان خاطر مكركبش الدنيا تاني. فقومي كده افطري، وبعد الفطار كده مباشرة قومي روقي البيت وظبطي الدنيا، ولو حتى الدنيا بتمطر قومي فرحي نفسك، ما تفرحيش حد بره، فرحي نفسك وفرحي أولادك بالدنيا كلها. يعني أنا مثلا ما بعملش تظبيطات العيد وحلويات العيد عشان أبسط الناس بره، أنا عايزة أفرح أولادي، أفرحهم كده بحاجة يفضلوا فرحانين بيها ودايما فاكرينها طول العمر، إن إحنا كانت ماما بتجمعنا وبتعمل 1 2 3، كنا بنفرح زي ما إحنا بنفتكر كده أهالينا كانوا بيعملوا إيه، وبنفتكر الأيام الجميلة دي برضه هما يفتكروها. فشوف الوقت اللي انتي بتفرحي فيه قومي اشتغلي فيه. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين كده بنبدأ نشيل المفارش، وغسلت كل المفارش على فكرة بس ما صورتش، وكده اللهم لك الحمد وصلت لنتيجة حلوة. جبت مفارش جديدة، قلت افرح بقى الايه التلاجة، بدل ما فرحتش الركنة اللي اسمها ايه دي الانتريه، خلاص لا نفرح التلاجة هي اولى بقى.
حاجة بسيطة، حاجة ب35 جنيه فرحنا التلاجة، وكمان أنعشنا الصالة بشوية ورود وحاجات جميلة بإذن الله. تعالوا تشوفوا اللمسة الأخيرة. هنحط المفارش وبعد كده نرجع كل حاجة التلاجة، وهوريكم منظر التلاجة بقى حاجة تشرح، بقت عروسة برضو في ليلة عرسها. وبصوا شايفين التلاجة؟ والله اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. مفيش خضار ولا أي حاجة، بس حاسة إن أنا مبسوطة وفرحانة وسعيدة جدا جدا بدخلة العيد علينا. كل سنة وانتم طيبين.